انا مش فاهم ليه ما ننزلش بالكوماندوز ونلم عبد المنعم وعوانه ونهجم براحتنا بقى. المهم الشوط الاول كان شوط عافي مسك فيه الاهلي الداخليه ونزل عليهم ما رحمهمش. طاهر محمد طاهر كروسانيه فرنسيه متنكره في لاعب مصري، هدف السيطره على مصر والقضاء على روسيا. السلام عليكم، وحشتوني. انا بعاني من داعي الاخبار الغير سعيده في حياتي، فده اللي بيأخرني وبيخلينيش انزل لك الماتشات بسرعه، لان انا ببقى متضايق وعايز اعمل لك حاجه تبسطك وتضحكك، فاعملها ازاي وانا متضايق؟ المهم خد يلا الماتش. عايزين لايكات بقى، ولو اي حد بيعرف يعمل صور مصغره على اي برنامج يعلمني. بدأ ماتش الاهلي والداخليه من غير بوكس وكلبشات، بس كان في فرقه من الهكسوس مسكت الداخليه خرقتها، فرقه الداخليه والله. واعتمد كولر على ميكس سادي هجومي في اسامه ابو علي وامام عاشور بيعضعضوا ويهبدوا في الجول. اما المدير الفني للداخليه فكان فاكر انه معاه حصانه تقريبا، وان لو حد دخل له خط ال 18 هيطلع عليه 2 امناء شرطه يفرتكوه، بس كل ده هوا وخسر. المهم الشوط الاول كان شوط عافي مسك فيه الاهلي الداخليه ونزل عليهم ما رحمهمش. بدا يدب في الدقيقه 34 بعد وانتو على الوينج بين هاني وحسين الشحات، ياخدها حسين ويعرضها لاسامه ابو علي اللي هوبا يعطيها ركله حماده الدولي، جول 1-0 للاهلي. بس المفتري ما بيستكفاش، عشان في الدقيقه 38 ركنيه من حسين الشحات يطلع لها سعاده الباشا اسامه ابو علي اللي هوبا تخبط في ايد واحد دخلاوي بيلين، يهق ويمق وسام وهوبا 2-0 للاهلي، عشان يضيع الهاتريك من وسام بعد تضييع واحداث حزينه. عشان كده قررت اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظري المتضايق. احنا هندفع بمبدا سلم نفسك انت محاصر، اللي يخش الفخ نقبض عليه وجنحه 3 شهور. احنا بنلعب ب6 باكات، هنحرمهم من التماس ولا ايه؟ ايه اللي مرفعك كده؟ اللعب هنا استحواذ وضغط عالي مش بوازيك. دي نهايتك بقى، بتضرب وينج حكومي اثناء تأدية فنتاته. انا عايز اعمل اثبات حالي، ولازمته ايه الضغط وقطع النفس ده؟ ما نقبض عليهم كلهم ونسجل في الشباك الفاضيه. نعم للاستبداد. يعني ايه افريقي في الداخليه؟ ولا ده مندوب من الشرطه الكونغوليه؟ تعرف يا حضره العمده انا ليه حارس عقر وخطير؟ ليه؟ لاني كنت حارس للوطن قبل ما اكون حارس مرمى. انا شايف ان الماتش ده ما يخلصش بالاهداف، يخلص بالنشان، وهو كله في سن نمله الدبانه واسفل منتصف الهدف. برضه انت لازم تغلط وتديني الكوره يا ربيع، عشان اللي ملوش خير في حاتم ملوش خير في مصر. القناص بتاعنا دخلها واسطه ولا ايه؟ ده بيبصي للقائد بتاعه. قائد ايه؟ انت فاكر نفسك بتلاعب الهكسوس؟ مصر شالت فوق طاقتها يرضي مين؟ فين شبابها وفين ولادها المخلصين؟ اهم الا انت يا مصر. كارف من الخطوره. اللمه دي ساعه محتاجه سماع ساعه. وبعدين في المشاكس الكذاب ده مش كان هيشوط؟ نعمل له بلاغ كيدي ونخلص منه. هرب من الرقابه وعدانا ازاي؟ ما تنبسطش قوي كده، احنا لو كنا بنلعب في اسم الوراق ما كنتش هتلاقي المساحه اللي تهرب فيها من العداله. انا حملت اهو، هنكمل الماتش طيران بقى. اول اهدافي بوزير الري عم عزيز. الفيلم بتاع الواد فان دام ده لسه سامع اول امبارح على الوصل. لا والله هو ده فيلم حلو قوي 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 ومليان مواعظ. قيادات مبسوطه بوفائك يا عبد القادر، ومرشح لنشان الجاسوس المثالي. ايه السهولة دي؟ مش معقول اليسر ده. انا ليه حياتي مش بالسهولة دي؟ الحمد لله على السلامة. مش ناوي توجب مع اخوك انت خالص، مع ان دي اللحظة اللي بقولك فيها اثناء متابعتي للشوط الاول والتاني لفت انتباهي لاعب ما كانش موجود اصلا. اللاعب اللي كل ما يلعب ماتش حلو يغيب الماتش اللي بعده، رجل اللحظات الصعبة في الاحتفالات، احسن وينج في تاريخ مصر، اتكلم فرنساوي. اسمها بوسيبل طاهر محمد طاهر. وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني الجأ للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير. تلكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوري في مصر وفرنسا ومدينه الجوسوي. طاهر محمد طاهر كروسانيه فرنسيه متنكره في لاعب مصري، هدف السيطره على مصر والقضاء على روسيا. فلو بصيني على ميلاد طاهر محمد طاهر سنجد ولد في مارس عام 1997. 1997 هو العام الذي أقيمت فيه بطولة فرنسا 1997 التي أقيمت لمرة واحدة لتمهيد لكأس العالم 1998. كأس العالم 1998 الذي فازت به فرنسا التي لعب بها طاهر محمد طاهر في نادي لوهافر الفرنسي. لغمغفي طاغن محمد طاغن. طب خد القديمة، لعب طاهر محمد طاهر في نادي لوهافر الفرنسي الذي لعب به الكثير من النجوم، ولسان ديورا الذي لعب في نادي لوكوموتيف موسكو روسيا التي غزتها فرنسا بقيادة نابليون بونابرت الذي قام بالحملة الفرنسية على مصر.
مصر التي اتى منها طاهر محمد طاهر. خد الناحيه المعماريه، لعب طاهر محمد طاهر في نادي المقاولون العرب. المقاولون العرب بشركه المقاولون العرب لاداره الكباري والانشاءات التخصصيه. كباري كوبري قصر النيل الذي اسند مهام انشاؤه من الخديوي المهووس بباريس لشركه فيفو الفرنسيه، وبشبك الخيوط اذن طاهر محمد طاهر كروسونايه فرنسيه متنكره في لاعب مصري هدف السيطره على مصر والقضاء على روسيا. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه الجميله دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير. سلام. الحمد لله على السلامه. ده الوقت اللي بحكي لك فيه اللي حصل في الشوط الثاني. الشوط الثاني كان شوط همجي، الاهلي فيه ما بيسترش كالعاده. نزل فرقه الداخليه عشان دي هتعمل مشاكل، وبدأت في الدقيقة 58 بعد باص عادي من حسين الشحات لإمام عاشور اللي ياخدها ويبص يلاقي أسامة أبو علي بيفتح له كده وكريم فؤاد داخل له كده، بس يفتكر إنه إمام فيعزم ويشوط وهوبا بلياردو 3-0 للأهلي جول. وعشان الأخبار الوحشة اللي كلمتك عنها في أول الحلقة حصلت بعد الجول الثالث، أنا ما كتبتش لا جول الأهلي الرابع ولا جول الداخلية عشان كنت متضايق وما زلت متضايق والله. فهنقلك لملخص الشوط الثاني من وجهة نظرك انت. اتفضل النضاره العب بيها زي ما انت عايز. وهوبا انهيارك ده نتيجه لغم احنا زرعناه، والمرحله الجايه هننزل عليكم بالكلابش وننتقم بقى. انا مش فاهم ليه ما ننزلش بالكوماندوز ونلم عبد المنعم وعوانه ونهجم براحتنا بقى. انا الاهداف الوحيده اللي حققتها كانت في رياده الاعمال وفيفا. احنا وقعنا مع هواه ولا ايه؟ مش بروفيشنال شكله. هما جايبين معاهم الشناوي ولا نزلوا من غيره؟ انا اخر مره شفته كان في ماتش الدور الاول يا اسطى، لامس صقر الداخليه ومخلب حراسه المرمى اللي شيل 3 قبل الدقيقه 60. يا ابني كده بوظت الحكمه بركله البلياردو. طب ما كنت تستنى دقيقه طيب. اوعوا تكونوا فاكرين البلد سايبه، لا البلد فيها حكومه وحكومه من حديد. قبل ما انهي لك الفيديو انا عرفت موضوع احمد رفعت، فيا ريت ندعي له بالرحمه وربنا يصبر اهله. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر، وان رايك مهم ويهمني والله فعلا. فيا ريت تكتبوا لي في تعليق وتديني اللايك المتين وبس. على فكره اشتراك برضك وشير والحاجات الحلوه دي بكتر خيرك قوي. يلا انا كده خلصت. سلام.